حكم الله فايز عبد المجيد جبر حامد من سلوان رام الله. كنت محكوم مؤبد وأمضيت 10 سنوات في السجن، متزوج وعندي 4 أبناء. طبعا احنا كنا في سجن نفحة الصحراوي، وسجن نفحة انه يعرف عنه انه كان مسلخ يعني معنى الكلمة مسلخ بالنسبة لحرماننا من كل شيء، كل الحقوق اللي كفلوها إن الدول واللي بتدعوا الإنسانية وحقوق الإنسان كفلوها إن كانوا يمارسوا علينا كل أنواع الحرمان والقهر والذل، من حرماننا من النوم أول شيء، حرماننا من الأكل، حرماننا من الصلاة، حتى الآذان ممنوع نأذن، ممنوع نقيم الصلاة، ممنوع خطبة الجمعة، ممنوع القلم، ممنوع الدفتر، ممنوع أي شيء. يعني أنا بدي أحكي لكم بس يعني آخر أيام إيش صار آخر أيام. يعني قبل ما أحكي آخر أيام بدي أحكي بالنسبة للدكتور اللي بيقول عن حاله إنه هو دكتور وبعالج المرضى الحفيش عندنا. داخل المستشفيات ولا داخل؟ لا، داخل القصر. حتى الدكتور والحفيش اللي بلف يعني بطبب الناس إنه بكتم تطلع عنده أنت موجوع، بتكون موجوع بدك تموت، مرات تنادي عليه ما يردش عليك، مرات يصير يصيح فيك، مرات يدخل مع الوحدة اللي تدخل تفتش على ايش، مش عارفين على ايش، فيش شيء عندنا اصلا تفتش عليه، يدخل معاهم ويضرب معاهم، مع الوحدة اللي بتدخل يضرب. يعني انا خرفني احد الاخوة اللي نزل على الدكتور كان موجوع كثير، دكتور مش حفيش هسه، موجوع كثير، من كثر ما هو موجوع بقول له يا عمي ساعدني اعطينا اي شيء، اي مسكن. قال لا ان شاء الله بتموت، ليش انت جاي عندي؟ ان شاء الله بتموت، وليش جايبين هاد طلعوا منها هذا المريض هيك كان هذا الحفيش. طبعا اخر فتره منعونا من كل انواع العباده، لا صلاه، لا حتى دعاء، ممنوع تدعي. كنا نتحفظ، انا امام مسجد، طبعا انا بشتغل في الاوقاف امام مسجد. كنت يوم تصلي مثلا صلاه الفجر وادعي، ندعي ما نقدرش ندعي، ما بنقدر ندعي، لان اذا دخل السجان وشاف سمع الدعاء، سمع واحد بدعي، حتى مش الدعاء، إذا سمع واحد بيصلي الصلاة بصوت عالي ممنوع. كان إذا بصير يدخل خلاص كأني بصلي صلاة إيش؟ سرية، يعني هي صلاة جهرية. كل الطقوس الدينية انفقدت، مسحوها، فيش. يعني إحنا كنا نتمنى، الشباب يتمنوا، كنا نتمنى إنه نصلي الجمعة، نتمنى. يعني هذا اما بالنسبه للاكل والامور حدث ولا حرج، يعني فيش شيء عندنا، فيش اكل عندنا، حرمونا. انا كان وزني 97 قبل الحرب، حاليا تعرف قديش وزني؟ حاليا 58. يعني حتى الدكتور يوم طلعت عندي انا معي سكري، انا صار معي سكري في السجن، يوم طلعت عند الدكتور يوزن عشان يسحب مني دم، طلعت طبعا بيسحب منك دم، يعني مثلا انت مريض بده يسحب منك دم او بده يعالجك او اي شيء، بمكلبش بتكون مكلبش يعني كلبشات وانت مكلبش. حتى دخلت حتى الحفيش نفسه استغرب، يعني شاف على الورقه قديش بكى وزني وشاف على هذا استغرب، قال لي ليش انت ما بتاكل؟ انت شو بدي اكل؟ انت تجيب لي 3 معالق في اليوم رز وحلو رز. احنا ما كنا متمنين، بس نتمنى يجيبونا يوم من الايام رز او شوربه عليها شويه ملح. انا بحكي للشباب بقول احنا نسينا الطعم عندنا، فيش طعم، بطل عندنا طعم، فيش عندنا ذوق، بطل عندنا، لان كل شيء حلو بيجيبوا لنا اياه، كل شيء حلو، الرز حلو، الشوربه، شو الشوربه؟ يعني ما يجوز الناس بتعرف ان الشوربه يعني كل واحد بصح له صحنين ولا 3 ولا 4. الشوربه معناها كل يوم بيطلع لك معلكه شوربه، معلكه، وهذه المعلكه شو؟ ميه، فيش فيها. يعني حتى اخر فتره، يعني قبل ما نطلع من نفحه هذا سجن القهر والذل، وباذن الله احنا حطمنا شعارهم بانه يقهرونا فقهرناهم لانه خلفنا رجال صدقوا الوعد وسيصدقون الوعد مره اخرى برجوعنا الى وطننا والى اقصانا الحبيب.